السيد محمد جميل المياحي. حياك الله دكتور. أعزيك بداية وأعزي أهلنا في محافظة واسط على هذه الفاجعة الأليمة. بصراحة الناس مترقبة هاي الحلقة اللي تريد تعرف شنو اللي صار حقيقة في محافظة واسط. بسم الله أرجوك الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد أقاطعك بس أرجوك نتكلم بكل صراحة وبكل شفافية. وين كنت وشون سمعت الحادث وشنو سويت؟ تفضل. مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نجدد العزاء لمرجعيتنا الدينية العليا وللشعب العراقي وكل العالم اللي تعاطف مع هذه الفاجعة اللي حقيقة لأول مرة في محافظة واسط أن نفجع ونخسر هذه الثلة الطيبة من أبناء محافظتنا. الرحمة والخلود لشهدائنا. بالتأكيد أنه الحادث جلل، وهذا العدد الكبير من الشهداء خلينا أنه اليوم أمامك وأمام الرأي العام نتحدث لأول مرة في تفصيل تام بعيدا عن كل الأشياء ربما اللي ما تخلي الرأي العام يكون واضح في متابعتها. راح نفصل عن ما قبل الحادث وأثناء الحادث وما بعد الحادث وتداعياته. تعرف محافظة واسط يعني مركز مدينة الكوت تقريبا أكثر من 750 ألف مواطن يسكن بها، وتوسعت في السنوات الأخيرة. صار توسع من ضمن أكو عشوائي. فقط في مدينة الكوت عندنا تقريبا أكثر من 40 ألف سكن عشوائي، إضافة إلى أنه المشمولة بقرار 320 وغيرها. الإجراءات هذا الملف ملف حادثة السوبر ماركت أو المول هايبر ماركت، أنه أصل المشروع هو بمخالفة إدارية وفنية وقانونية، باعتبار أنشئ للأسف الشديد أيام 19-20 أيام اللي هو كان فيها مشاكل تظاهرات، كان غلق لبعض الدوار. هو مو تبرير، لكن أنه هو بداية المشروع. كان صاحب الأرض تحايل ووحد جنس الأرض، هي أرض سكني، حولها إلى تجاري دون موافقة البلدية، وبتواطؤ قسم البلدي الموجود في البلد داخل هذه البلدية لأسباب يعني متعددة. من ثم أكمل إنشاءها وافتتح مطعم زرزور. وإحنا نكيف اليوم في مدينة الكوت من فتح عندنا وكالة، أي وكالة يعني حقيقة احنا نستقطبها حتى تجي انه. بس انت حضرت داخل هذه البناية؟ لا بس سابقا لا اليوم طلعت صور سابقا بمؤتمرات. لا هو صارت به هواي مؤتمرات. اي انت حاضر هواي مؤتمرات صارت به. بناية مشيدة. شو اكتشفت هاي البناية تجاوز؟ لحد يوم الحادث يعني. يلا عرفت. ما معقولة بناية هالقدها عندنا بمدينة الكوت، عندنا مئات البنايات انه بنص المدينة ما مجازة. الحقيقة انه اكو خلل في دوار البلدية، وصار انه الجانب الاداري والقانوني انه ثبت انه القسم البلدي والبلدية والدوائر المعنية هي ربما متواطئة في عدم متابعة ومحاسبة حتى المكتب الاستشاري اللي أنشئت البناية فيه. من ثم صاحب المول، صاحب المطعم ما اشتغل، انه تحول الى مول في ليلة وضحاها سوبر ماركت، وصاحب السوبر ماركت وجايب شريك وياه من بغداد، وخلال أسبوع مسوي حفل وفاتح المول أيضا دون علم البلدية. رايح مراجع الدفاع المدني، وهو يدعي أنه عنده موافقة من الدفاع المدني بعد أن دفع الغرامات المطلوبة. كل الدوائر قطاعية هي زارت هذه البناية، لكن الخلل وين؟ أنه ما حد سأل هل البناية مجازة أو غير مجازة. كل الدوائر اللي هي إن كانت في الدوائر الصحة أو الدفاع المدني. المشكلة وين؟ أنه المشكلة أنه احنا نحكي بأصل الحادث، الجانب إداري والجانب هو الحادث المرير اللي صار. يوم الأول من افتتاحه هو مسوي دعوة ثواب نعم في اليوم الأول حسب ما اللي فهمناه. اليوم الثاني مفتتح، يوم الثالث صار الحريق. هنا الحريق يعني حقيقة أصل الحريق وإدارة الحريق وما سمعناه من المواطنين والعاملين داخل
المول في الأشياء اللي وصلتنا. وهنا حتى نكون يعني بشكل تام للمستمع كحكومة محلية نتحدث بصراحة تامة. أولا اليوم احنا عندنا تقريبا أكثر من 20,000 مركز تجاري، كان محل أو بناية أو في كل محافظة واسط. وأجزم لك أنه كثير من عدها هي بها مخالفات، لأنه يعني ماكو التزام من أصحاب الأبنية يخسر له فد مليار على بناء بناية، بس ما يخسر له 100 مليون على إجراءات السلامة في البناية للأسف الشديد. هسه صارت اكو اجراءات رادعه في هذا الجانب. المهم الاصل الحريق اللي صار اللي هو بدا تقريبا 9 الا ربع او 9 الا ثلث، هو لسه المثبت الساعه 9. وين كان السيد محمد جميل المياحي الساعه 9 مساء؟ خلى انا انطيك. اولا صار الحريق، انا استوني تقريبا 8:30 دخلت البيت. احد الجروبات الشخص انه قال اكو حريق مطعم زرزور. تابع ثاني رأسا خابرت قال لا حريق مسيطر عادي. خابرت منه؟ الشرطة. الدفاع المدني ولا الشرطة؟ لا قائد الشرطة. الشرطة. زين. فقالوا له حريق مسيطر عليه. ورا تقريبا ربع ساعة حديث تطور انه لا اكو ناس محاصرة فوق البناية. رأسا انا حقيقة من شفت انه صار رأي عام، اكو ناس قامت بث مباشر يعني اول نص ساعة توجهت الى مكان الحادث تقريبا مسافه. بس قبلها اكو بصمه نزلت البصمه. اي نعم، هاي بالساعه تقريبا 9 بالتسعة نزلت البصمه. نعم. اللي قلت بها جنابك انه حريق تحولون حريق بسيط بعد ما انه انا استفهمت سالت قال لا هسه شوف بعد هذا يعني مو بس بالتسعة. فانه لا سيطرنا عليه وحريق بسيط وسياره واحده راحت وحلت الموضوع. هذا بيناتنا يعني نسال داخل يعني كحكومه محليه. اي يعني جروب خاص لا بالمحافظه. على العموم بعدين منو بهذا الجروب الخاص؟ جروب يعني مال واسط يعني ابناء واسط زين. يعني مو مفتوح للعالم كله. اعرف جروب خاص اللي بيه المحافظ بيه قائد شرطه. اي لا بيه ناس عاديين همين اي لا لا اي يعني مو مقفل. هو اصلا جتنا مناشده من مواطن يعني. فوصلنا الى الحادث تقريبا، انا وصلت تقريبا 10 الا ربع او 10 تقريبا، انه لقيت اكو ناس متجمهره كثير وحريق بدا ينتشر. انا انادي يعني عندي جهاز وانادي اثناء الطريق، اتصلوا بي جماعه انه بلكي طياره تنزل العالقين فوق. والله اتصلت انا قياده عمليات مشتركه يا بعدنا هيجي. هو وصلهم النداء قالوا مستحيل احنا الطياره تنزل على بنايه ومحترقه، ما عندنا هيجي بالعراق. راحت جهود. اعتذرت قياده العمليات المشتركه في بغداد عن ارسال طائره. ما عندهم يعني ماكو امكانيه بهذا الشيء. فبعدين صار جهد انه ناديت كل الاجهزه الدوار، كل مدراء دوار خدميه، الحوضيات مال المي مال المجاري كلها تتوجه الى مكان الحادث. ووصلتهم لحد الساعه 10:30 احنا بالنداءات مع الدفاع المدني، هم خطيئه مرتبكين غيرها، انه يؤكدون لا توجد لدينا خسائر بشريه لحد 10:30 بالليل. هذا منو مسؤول الدفاع المدني؟ نعم الدفاع المدني. خل اكمل لك اياه. باقين عندنا منهم مال فوق، شلون ننزلهم؟ الخطا الجسيم اللي صار كل الانظار وكل الجهود صار وين؟ انحصر على الفوق السطح المواطنين اللي هم عالقين على سطح البنايه فقط. ما يقولون يابا اكو ناس جوا ولا ماكو ناس جوا. ظهر عندنا كارثه جوا، هم يعني ما عالجوا خطه الانقاذ تكون على الطرفين. كان ممكن ان يسوون يعني اكثر من طريقه في هذا الجانب. اللي صار انه الجهد بعد ما تقريبا الساعه 11:30 انه بداوا ينزلون اللي على سطح البنايه. انتهى تقريبا 12:30 انتهت ازمه العالقين على السطح، او ساعه واحده. ساعه 12:30 بالليل وانا متواجد في نفس الحادث، أكد لي أيضا من الدفاع المدني لا توجد لدينا خسائر بشرية، فقط عندنا حالات اختناق يمكن 7 أو كذا. زين، هذا أكدوا لك إياه بجهاز؟ نعم بالأجهزة. هذه أجهزة أنا أعتقد أعرف أنه هذه الأجهزة مسجلة. مفترض تكون مسجلة كلها المفترض. أنا كرئيس لجنة أمنية لغاية الساعة 12:30 بالليل يؤكد لي بشكل رسمي
لا يوجد أضرار بشرية في البناية. من خلصوا بعدين مواطنين، وصلنا يم البناية، أنا كنت قريب على البناية، هذا هسه جاينا هذا الفيديو كله نعم جاي بالتفصيل، ما نعبر شيء. مواطنين أبنائنا جوا يتصلون بيهم، هذا يقول له أنا بالحمام، هذا يقول له أنا كذا. صار قلق، يا أكو ناس جوا ساعة ثنتين أنا دخلت بالبناية جوا ويا الإخوان. الدفاع المدني خطية يبحثون. طبينا الطابق الرابع لقينا 8 مستشهدين على ستار. اختناق. هاي أي ساعة؟ الساعة 2. الساعة 2. الساعة 2. زين. بالأول احنا ما عد احنا الساعة 1:30 تقريبا. اللي راحوا للمستشفى الاختناق توفوا 2 من عندهم مستشهد رحمة الله عليه. هم أول 2 يعني بالاختناق. بعدين انه الطابق الثالث او الرابع انه طلعت اول 7 و8 شهداء. الطابق الخامس الحصيلة زادت تقريبا بال20 يا ستار. ايضا تقريبا 18 من عندهم هم هذا انا تقريبا الطابق الرابع وياهم، انا قائد الشرطه وبعض مدراء الاجهزه الامنيه، هم يعني الدفاع المدني بامكاناتهم الذاتيه، وحقيقه يعني مؤسف انه امكاناتهم يعني بسيطه جدا. بالدفاع المدني يشد الوصله على وجهه يبللها ويصعد ينزل المواطنين الجثث بهالطريقه هاي. هذا الحكي يرجع عليك سياده المحافظ، الناس تسمعنا. نعم. انت رئيس اللجنه الامنيه على صفحه ورئيس لجنه الدفاع لا المدني. ما عندنا لجنه الدفاع المدني، ما عندنا رئيس الاعلى للدفاع. ماكو منو رئيس الاعلى للدفاع المدني؟ هي رئيس اللجان. عندنا رئيس الاعلى للدفاع المدني، رئيس الاعلى للبيئه، رئيس الاعلى للمحو الاميه، رئيس الصحه. منو رئيس الاعلى للدفاع المدني؟ نعم محافظ. معقوله ما تعرفون ارتباط الدفاع المدني اداري وقانوني ومالي في وزاره الداخليه. محافظ ما له اي علاقه في الدفاع المدني سوى انه المحاضر رفع التجاوزات واللجان الخاصه بها هو يصادقها وموجوده، يعني موجوده اصلا قانونيا. زين. المحافظ الان ما يقدر ينقل او يحرك سياره دفاع مدني، والاكثر بالهذا انه هسه نجي للاستجابه. يعني بعض يعني حقيقه اذا نريد نفتح الموضوع شويه اكثر شويه يصير بي زعل يعني في هذا الموضوع. زعل؟ زعل يصير من البعض. زعل من منو؟ اكو 70 نعم. شهيد، اكو حاضنه طفلها، اكو ناس نزل عليها شفناهم زفت من كلهم، فوق. شفناهم في لحظتها بعد انتظر زعل سياده المحافظ. احنا بالدفاع المدني انا اقول لك اياها، اداره الدفاع المدني تفتقر لابسط الاحتياجات. زين. تفتقر. هسه انا ما بدي اقاطع الروايه الاصليه، خلينا بالروايه وبعدين راجعين لكل هاي التفاصيل. جينا الطابق ساعه الخامس 2 دخلت للبنايه، بالطابق الرابع لقيت 6 و7. 1:30 تمام. الأول 7، بعدين 20. الطابق الخامس 20، الطابق السادس كارثة كانت. بالسادس اللي السادس تقريبا هي جثث يعني متفحمة اللي وصلنا لها الساعة 6 الصبح. 6 الصبح يلا قدرنا نوصل للطابق السادس. وكان يعني خطية يعني الحمد لله يعني انه اب احد الاطفال اللي حقيقة جثة ابنه تحترق ويريد يصعد ونمنعه وزعل علينا، يريد يعني هذا يصير يسوي مشكلة يعني بنفسه. فيعني كانوا يعيشون ويانا اهالي الشهداء. بالنتيجة الطابق السادس ايضا كلهم لقيناهم محصورين وين؟ بالحمامات. وبعضهم قافل الحمام علي ومختنق داخل الحمام. الدفاع المدني لغاية الساعة 6:30 الصبح يلا قدر يخمد كل النار الموجودة في البناية. في البناية. زين. صارت الأحداث اللي بيها ومشت. يبقى أنه آلية إدارة يعني حقيقة الإمكانات الذاتية للدفاع المدني في خبرة في الإنقاذ كانت ضعيف، في السيطرة كانت ضعيف. الآن اليوم محافظ ندخل بإجراءاته الفنية صار شيء يضربوها براس المحافظ. محافظ يريدون من عنده جبتهم الدعم اللي موجود، لكن انه حجم المصيبه والهلع اللي صار فقد السيطره التامه. لكن ساهمت كثير من حتى يعني اشخاص ابناء مدينه الكوت وخاصه المحيطه بها هم دخلوا نقذوا الناس وجابوهم. وايضا عندنا شركه نفط الاحدب، النفط الوسط بآلياتهم بشبابهم
دار الصحة واسط كلها ساهمت، لكن يعني الحدث كان انه خطة الانقاذ. محافظة ما بيها اي اليات، اكو ابو بم اجى صعدوا عليه الدفاع المدني هذا نزلوا انه الفوق. هو المكان محصور. كم سيارة عندكم بالاطفاء بالكوت مدينة الكوت حسب الاحصاء مالتهم عندهم 10 اليات تخصص. كم سيارة اجت وانت كنت موجود؟ موجودة تقريبا كل اليات هواي موجودة، حوضيات موجودة، بس هو الاليات التخصصية لهيك ابنية هم ما كان عندهم امكانية لها. حتى مكافحة النيران من الداخل مفترض تكون، الصعود للبناية، يعني كان اكو خلل. صحيح انت مستلم اليات متعطلة ومصلحها بالكوت؟ هذا منين مستلم؟ من وزارة الداخلية الدفاع المدني مستلم اليات قبل ايام او اسبوع، رافع رافع لك كتاب مصلح لا وحدة لا او اثنين؟ لا ماكو شيء. انا انطيهم فلوس يصلحون صح، مو شغلي هو. يجون يقول نحتاج لنا 50 مليون نصلح اليات، يجون قبل فتره قال عندنا نريد نحور اليات، يجيبون لهم حوضيه يحوروها يبدلون وحده على وحده. هاي من يمنا احنا نساهم بيهم، يعني احنا من موازنتنا التشغيليه احنا جهزناهم اليات تقريبا 2.5 مليار او اكثر قبل سنه من الان، واليات تخصصيه يعني دافعين فلوسها. اي نعم احنا محافظه. وين راحت؟ يستخدموها. وهاي اللي يشغل بالمولد ما تشتغل. هاي الفيديو الشهير اللي يعني موجود بباب الحادث. هذه اجراءات الاداره هي تتحملها بشكل تام. زين. الحقيقه الحادث كان مأساوي، تداعياته ما زالت في المحافظه. اكو شيء الاخر الان الحادث كيف وقع، اداره الازمه، ضعف الدفاع المدني. نجي اصل الحادث. شنو الحادث؟ هل هو حادث مفتعل؟ هل هو عفوي؟ هل هو تماس كهربائي؟ هنا ما زال اكو غموض. الان اذا نشوف احنا بالراي العام وحتى في لجان التحقيق صارت اجراءاتنا الاداريه 75%. هل البنايه لمن؟ هل بها اجازه او ما باجازه؟ هذا اجراء قانوني اداري خطا، لكن انه العاملين في البنايه، من يدير الماركت، الشخص اللي ما زال الى الان هو مجهول. عندنا شخص في الجريمه مجهول يعني الى الان. صاحب العقار توفوا له. صاحب العقار هو باوع، خليه يفهم الراي العام. صاحب البنايه والمشغل للبنايه اكو اثنين. ايه. احنا مشكلتنا ويا المشغل للبنايه اللي هو شريك صاحب البنايه الى 20% لاداره البنايه. القصة؟ هذا الشخص اللي هو اللي مسؤول عن 80 عامل بالبنايه. زين. اختفى هو والعمال الى الان. هم اول 80؟ نعم العمال كلهم بيهم اجوا كشهود، لكن هو مسؤول عن 80 عامل. زين. مشغلين داخل هذه البنايه، والشخص هو من بغداد يسكن منطقه الدوره، ويدعي يعني اسمه الرسمي بسام الراوي او بسام الساعدي، هكذا اللقب مالته. منطقة الدورة، وهو شريك رسمي لصاحب البول. شهود العيان يتحدثون ان بسام كان هو له يد في منع الناس من الخروج من المول حتى يدفعون الحساب. هاي الرواية اللي سمعناها يوم امس تقريبا. هذه اكدت في اكثر من في مكان. هو اللي نزل السيركت وطفى الكهرباء؟ ايضا هذه المعلومة موجودة ومدونة. إضافة إلى أصل الحريق، هل هو تماس كهربائي؟ أثبتت التقارير واللجان أنه ليس حريق تماس كهربائي. لا شنو؟ مو تماس كهربائي، حريق أنه لحد الآن بتحقيق. يعني شنو لقوا مواد تثبت؟ مو مواد، أنه ممكن حريق مفتعل. هو في ركن العطور صحيح؟ نعم أكو كابينة يظن أنه فد شيء أنه مرمي بها، إن كان سيجارة او الجقاير تدخل. اي نعم جقاير. او انه موضوع فد شيء صاير بها. اكو احد وكيل الشركه، وكيل ابو البنايه، وكيلهم المحامي يدعي في لحظتها هو كان موجود مع بسام مع مرتضى، انه مرتضى صاحب البنايه اللي توفى. يدعي انه كان هناك صوت يخرج مع الحريق. هو يدعي هاي بالبدايه. نعم. وهم من قاموا بإطفاءه بجهودهم الذاتي وما استطاعوا، بعدين انتشر الحريق للطوابق الأخرى. الخطأ هنا من صاحب البناية أنه احنا عندنا بالنظام الإطفاء أنه الإخلاء قبل الإطفاء. هو هنا طفى الكهرباء، من طفى الكهرباء ناس تاهت، وناس كثيرة داخل المول، ناس بعضها يقول لهم صعدوا فوق. هسه
حتى تكون واضحه المعلومه، مشغل البنايه اللي اسمه بسام الراوي او نعم. بسام الساعدي نعم. هو اللي طفى الكهرباء. نعم. يعني حسب ادعاء شهود العيان، وشهود العيان، وخاصه وهذا مثبت بالتقارير الرسميه. نعم، بالتقارير الرسميه الموجوده. زين. بسام اختفى بعد الحادث. زين. وغلق تليفونه، وكان على تواصل مع وكيل محامي الشركه، وصدر عليه امر قبض. روايات كثيره حقيقه انه زين. معقوله سياده المحافظ واحد يجي ما معروف الاسم واللقب بشكل واضح وصريح يشغل، اسمح لي، يشغل بنايه بوسط محافظه، بوسط بشارع الكورنيش اللي هذا الشارع بحسب الناس المنطقة اللي قريبة عليه منطقة الدولة كلها ساكنة هناك. صحيح. من قائد الشرطة إلى المحافظ، يمكن بيتك يبعد 800 متر. لا ما أو كيلو متر. مقر محافظة. مقر محافظة قد يبعد؟ تقريبا 800 متر. 800 متر. أحسنت. معقولة واحد وين الأمن الوطني؟ الأمن الوطني إذا واحد شال من منطقة لمنطقة كل ساعة داقين الباب عليه ويجيبوا له أوراق مليها ومليها. لا، هم أوراق العمال واحد يشغل بناية ما يعرفون اسمه. العمال اللي جايين السوريين كلهم مجازين ومسجلين، والآن هم موجودين يعني تحت التحقيق. زين. لذلك الآن رواية البسام شنو علاقته، الحريق مفتعل أو ما مفتعل، حديث اللي هو داخل، وهذا الشهود الآن ثبتته، وهذا يحتاج لتحقيق خاص. أنت تقصد العمال مجازين رسميا، يعني إجازة رسمية بالعمل. نعم. أي بس كلهم مداومين بلحظة. نعم. لذلك أعتقد أنه الآن يجب أن نذهب إلى التحقيق الأهم، هو التعمق في التحقيق اللي هو الجنائي، تحقيق الاستخباري. زين. ممكن فعل فاعل، ممكن اكو جهات معينه ممكن تريد انه تحدث هكذا فوضى. هذا يحتاج الى جهد خاص، وما زال العمل به مبكر، ربط الهواتف، الاتصالات، كاميرات. الان حصر لكل الكاميرات اللي موجوده بالمنطقه بالنتيجه للوصول الى الفاعلين بشكل تام، وان لا تكون ايضا لمجهوله مجرم المجهول ويروح حق الناس. وهذا هو ليش طفى الكهرباء؟ صحيح على مود الناس تحاسب له اكو اغراض اخرى اللي سمعناه بحسب الروايات والاتصالات. من قررنا تطلع ضيف حلقتنا لهذه الليله سوينا بعض الاتصالات، قالوا طفى الكهرباء حتى يحاسب الناس ومنع الناس، منع هو وعماله. انا جيت شهود عيان اجوا. زين. اخذت افاداتهم، يعني اجوا الي ورحت بعضهم زرتهم، ذكروا بشكل قاطع انه منعوهم من الخروج. ما كانوا يتوقعون راح يكون هالقد حريق، حتى انه لا ياخذون يتحاسبون وياهم، لا يكون عدم محاسبه، يعني الاموال لازم يدفعوها قبل لا يطلعون. فهذا حقيقه ايضا هو ضمن التحقيق. الحادث في رمته يعني حقيقه باشياء خطيره وبتداعيات يجب التعمق بها، وعدم سطحيه الموضوع لا ينحصر في جنبه معينه وتترك جوانب اخرى. عندنا اكثر من 60 شهيد كلهم من ابناء الكوت. يقال انه قياده الشرطه او عناصر من الشرطه، حتى يكون دقيق بنقل المعلومه اللي نعم. وصلتنا، دخلوا الى المستشفى في اثناء الحادث، اثناء نقل جثث الشهداء، حتى يمنعون انه يكبر العدد ويطلع العدد الحقيقي. وانت اليوم محافظ يعني واسط، العدد الحقيقي للشهداء داخل 61 انا حسبتهم واحد. يعني ماكو ناس مخليهم اثنين داخل الاكياس؟ لا، عندنا تقريبا 2 شالوا 2 اب وابنه، وانا بنفسي شفتهم. بالله رحمه الله. لا، هذا حديث مو صحيح. كلهم محسوبين وبالاسماء وعوائلهم معروفه، وكلهم ابناء الكوت. تدري ذولا كلهم اخواننا واصدقائنا، وحتى الشهداء اغلب العوائل اللي هي عوائل يعني ما محتاجه شيء، هي عوائل هويه الكوت، ناس الاخيار، الناس اللي ما عندهم مشاكل، الناس اللي هم يساعدون. كل شيء يصير عندنا بالولايه وبالمدينه، ويحبون مدينتهم الكوت. الكوت اليوم مفجوعه. انا اتحدث وياك اليوم امامك لاهلي بالمدينه، هاي الكوت اللي لابد ان تبقى الحياه بيها، ان لا تقتل كمدينه، ان لا. تعرف شنو اللي يهم الناس هسه بهاي اللحظات؟ اعتقد يعني انه يعرفون شنو اللي يخلي المحافظ محافظ واسط يترك مكان الحادث ويروح للمدينه المائيه يبرد قلبه مثلا. يعني لا، المدينه المائيه هذا ايضا محور مهم. اللي هو تقريبا الحادث صار 25% و75% على الفيديو اللي يسر على المحافظ فبرك. انا بنجي الساعه 9:30 حتى يكون واضح للناس. والله شاهد على ما اتحدث به بالصدق وبكل امانه.
9:30 الصبح المساء، من جيت بعد 9:30 من وصلت للمكان تقريبا هي بالعشرة اللي صارت، انه ماكو، كانت هوسه ما اقدر اروح يم البنايه، فبقيت بهذا المكان اراقب واتابع للساعه 11:30 تقريبا، من 10 وشويه الى 11:30 انادي واصيح وكذا في موقع الحادثه. نعم، لا الموقع القريب. لا هسه انت بايش ساعه وصلت للحادث؟ الحادث وصلت يمه للبنايه مال المدينه المائيه، ما لا في قدرت. المدينه المائيه، حادث الحريق بايش ساعه وصلت له؟ وصلت له يم الحادث يم البنايه تقريبا 12 ونص. يعني بالبنايه يمتى رحت للبنايه؟ حتى اكون صادق وياك وامام الراي العام، رحت للبنايه من ناديته وقالوا لي ماكو خسائر بشريه، رحت الله شاهد. نزلت من المدينه المائيه ورحت ب 12 هسه مو الناس تفهم انه لو منادين وقايلين اكو خسائر بشريه انت ما تروح لا ليش ما اروح؟ ليش ما اروح؟ الله شاهد. زين انت بالتسعه صعدت على البنايه مال المدينه المائيه. 9 لا فوق 9:30. 10 اي نعم. وصلت البنايه مال المدينه المائيه، بقيت للساعه 12. لا لل 11:30. 11:30 وهاي كلها بتتفرج على مو اتفرج يا اخوي، جيت اتابع واسوي، وهذا التصوير مجتزأ بين ما بين الله وبيع، والجهه اللي اشترته ونزلته والشخص اللي ينزله اول واحد زين المحافظ السابق محمود ملا طلال، اول شخص نزل الفيديو. منو اشترى الفيديو؟ والان اليوم هو نفسه؟ صدر توامر قبض على الشخص اللي سرب الفيديو. 15 ثانيه 15 ثانيه المحافظ قاعد هنا 15، خل واحد يتخيل بالعقل. استهداف واضح. ليش ثاني يوم نزل الفيديو؟ ليش انه ثارت الرأي العام؟ ليش خلوا رادوا ابعاد اهل الكوت على اصل القضيه واصل الفاجعه وشلبوهم في شيء نعم في جلب خطا، لكن هو مو الاصل. قسما بالله قسما بالله فيه جنب خطا. اي نعم تعترف بالخطا؟ لا خطا، اكو خطا اكو مشكله. ايه بس قسما بالله واقولها وبصدق وبحرقه على الشهداء انه حق الامام الحسين اللي احنا نعيش مصابه، انه هذا المكان اللي كنا به لم يكن هناك اي علم لاي حادث او فقدان اي شخص داخل البنايه طول فتره بقائك بالمدينه قسما المائيه. بالامام الحسين طول فتره واتحدى وبالتسجيلات انا للساعه 12 يؤكد لي بالنداءات لا يوجد خسائر بشريه، لا يوجد خسائر بشريه ولا نحتاج الى تعزيز حوضيات، وهذا مثبت. بس انت بالفيديو تقول هذا بام لو شنو هذا رافعه شوكيه. إيه. يعني هذا بعدها حقول لك هذا هسه يعني حتى اكو ناس فوق محصوره وبام صعدت. هذا اؤكد لك ياكد لك وللراي العام انه بعدهم ما منزلينهم بدايه الحادث هذا. زين بعته دائره الدفاع المدني ما قدرت الياتها توصل انه الى السطح، استعانوا بهذه الشركه والبوب وهم مشكورين، بس ما اعرف انا شنو هي اصلا. زين التزاما بالمهنيه مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام، التزاما بالمهنيه كل شخص يرد اسمه في هذه الحلقه وفي كل حلقات المقاربه وذاكر اكثر من مره له حق الرد، تكفل له قناه دجله حق الرد سواء في البرنامج او في نشرات الاخبار. كمل سياده المحافظ. فبالنتيجه انه بعد هذا انه الفيديو تفبرك وحجه والمحافظ يستهين والمحافظ ما مبالي والمحافظ عم اقول لك اياه، انه قسما بالله العظيم اهل ذولا اللي استشهدوا فاتحه عندنا احنا كوت ما صايره بيها هيك، ما له علاقه بذولا اللي يهرجون. ذولا ليش الان انت شوف انت تحولت القضيه من قضيه جنائيه الى قضيه سياسيه الى قضيه اعلاميه، عافوا القضيه شلبوا بالمحافظ. عم قسما بالله العظيم لو المحافظ الى يد او متواطئ او مساعد بالبنايه او باجراءات معينه. بس ما اقول لك يقولون شريكك بشكل او باخر، يقولون انت اللي مسهل الاجراءات والله بغض النظر عن هذه كلها. بس هي الناس وين تروح؟ يا اخوي بس اسمح لي ما يخالف. الناس وين تروح دكتور غير المحافظ؟ هو الان الناس تشوف قدامها المحافظ، وانا من خلاله رساله العوائل الشهداء انا ما يهمني بس عوائل الشهداء اللي هم اهلي وانا مفجوع مثلهم قسما بالامام الحسين، انه انا مهمتي وحده فقط، انه اريد اوصل للفاعل الحقيقي. ساعدوني حتى اوصل للمجرمين الحقيقيين. لا نضيع حقكم بالاستغلال السياسي اللي صار وانتم بعيدين عنه. والله
عوائل الشهداء بعيدين، بعيدين تماما. نعم جزء هم زعلوا وعتبوا شافوا هذا، قسما بالله العظيم مو تبرير، انه هذا المقطع الفيديو بداية الحريق، وكان يؤكد انه لا خسائر بشرية لدينا قسما بالله. من كان وياك بالقاعد؟ اكو شخص موجودين، اثنين ثلاثة موجودين قاعد. نعم. واكو على يسارك شخص، وواحد واقف على يمينك، نعم. واكو واحد اللي يصور الفيديو. نعم. دول مسؤولين بالمحافظة؟ لا لا، هم مواطنين، وبهم شخص هو وكيل في هاي المدينة المائية، وصدرت يعني قبل الشكاوى عليهم انا شخصية، والبن محولين الفيديو والشبكة اللي قطعته واللي تفبرك وكلها، وراح تطلع. انا ما اقدر اطلع هسه الرأي العام حتى لا يقول المحافظ يبرر، المحافظ يسوي شلون، منو اللي اشترى الفيديو، يعني اكو ادله تثبت؟ اي نعم، وراح تطلع الرأي العام، وراح يعترف حتى صاحب. بيش اشترى الفيديو؟ 500 مليون. 500 مليون قسما بالله العظيم. ومثبت عند اوراق تحقيقيه سوى ادله انه هناك اثباتات ان الشخص الذي قام بشراء الفيديو وتقطيعه ونشره ومحاوله انه زعزعه الامن في واسط كان هو استهداف المحافظ. وانا اقول لك اياه، اذا كنتم تطلبون راس المحافظ ليش تحرقون الناس؟ قتلوا المحافظ، قتلوه، حرقوه، طب مرض المحافظ. هم هسه قتلوك النتيجه قتل سياسي، لانه هؤلاء اللي يتاجرون بدماء الناس ما عندهم ماده يسوون، ما عندهم ماده يروحون بها انتخابات، جتهم شيء الناس عندها عزاء وهم عندهم عرس. حقيقه المصيبه هنا الناس تلطم على بنائها، وهم شوف يعني معقول احنا هالكوته هالواسط صار لنا اسبوع واحد يسب الثاني بالسوشيال ميديا؟ زين، اكو جنبه جنابك تقول انه ربما الحريق مفتعل، وانه المشغل لهذه البنايه المختفي، وعدد من الموظفين او العاملين المختفين. هسه اكو هذا امر جنائي تختص به الاجهزه الجنائيه وتثبته. اكو شيء اخر ذكرته بخصوص الفيديو وشلون قطعوه، وانت تاكد وقوف جهات سياسيه وراء استقطاع الفيديو ونشره. لا، حتى الشخص اللي قطع الفيديو وباعه هو ينتمي الى جهه سياسيه، اللي تعاركت وياها بواحد من الجروبات قبل يومين. بس خليني اقول شيء. نعم. سياده المحافظ، من المسؤول سواء كان هذا الحريق مفتعل او كان حريقا قضاء وقدر او كان اهمال وفساد، لان كلهن ترى يصبن بنفس الموضوع. منو المسؤول؟ الناس وين تتجه اليوم؟ اليوم انت محالي لجنه تحقيقيه من رئيس الوزراء؟ بالعكس انا كيف اللجنه التحقيقيه، لانه الراي العام الناس تريد واحد مسؤول قدامها يحاسب. يقول له دفاع مدني، لا احنا نريد وزير. يقول له وزير، يقول له لا احنا نريد اكبر من الوزير. يقول له مدير دائره. احنا رجال دوله، اكو اجراءات على الورق. اليوم منو اللي ينطي اجازه؟ منو اللي يروح يراقب؟ منو الجريمه المنظمه؟ منو الاقامه؟ الدفاع المدني يقول رافعين المحافظ، والكتب اختفت، رافعين للمحافظ بارقام وتسلسل البنايات اللي هي تجاوز وبيها نعم صحيح، هذا كلش مهمه. الدفاع المدني في يوم 25/6/2025 رفع كتاب للمحافظ بإزالة تجاوزات عن 145 بناية تجاوز في واسط لم تتضمن ال 145 بناية هذه البناية المؤشرة. والدفاع المدني في واسط في بداية هذه السنة أعطى إجازة ممارسة مهنة لهذه البناية إنه سالمة، بعد أن أخذ الغرامات منها وعالجت الملاحظات حسب الأدلة الموجودة عند وكيل صاحب البناية. اكو اكثر من هذا؟ يريد يشلبون بواحد. الناس اكو خطأ موجود، والدوائر واحد يشمرها الاخ. من تقول له يابا هاي دائرة اتحادية، البعض نصير مشكلة بالصحة قالوا محافظ، نصير مشكلة بالكهرباء قالوا محافظ. غير انت المسؤول الاعلى. ادري المسؤول الاعلى، هسه من يصير شيء بالبلد، من يصير شيء بالبلد وين رئيس الوزراء؟ اي طبعا ليش رئيس الوزراء عنده اكو دوائر ومديريات. مثل ما انا هذا حقول لك اياه، احد الكتل السياسي حتى اقول لك الناس حتى تعرف اهلي وناسي. زين. انا عندي رسائل اليوم لازم اوصلها. انه احد الكتل السياسيه اللي هي بالضد من السيد رئيس وزراء طلبت مني ان احضر الى البرلمان واشهد ضد رئيس وزراء حتى تعصب براسه، وانت اطلع من عندها ذبها برئيس وزراء. شايف هيك المروءه؟
شلون يذهب رئيس وزراء شو يسوي؟ تعال انت سوي رئيس وزراء ما يعطينا فلوس ما يعطينا اليات، اخذ مدري شنو. هذا موجود للاسف التوظيف السياسي. زين انا اليوم احد اذرع رئيس وزراء كحكومات محليه، لكن اليوم انا على وزاره الداخليه شنو سلطتي؟ على وزاره الصحه شنو سلطتي؟ على وزاره التربيه شنو سلطتي؟ الناس تشوف محافظ مسؤول تنفيذ اعلى، لكن تدري انت كتبنا الرسميه بعضها احنا يعين مدراء عندنا بالمحافظه ما ندري بيهم؟ زين مدراء انا مدير الدفاع المدني متعين اخذ رايي بي احد؟ زين هذا شنو الاشاعات اللي طلعت على مدير الدفاع المدني انه كان مخمورا اثناء الحادث؟ انت شفته بالحادث واقف على الجريمه؟ يعني هو كان اجى متاخر للحادث، انا ثبتته بالتقارير. يعني جا قبلك لو وراك؟ لا وراي. وراك؟ اي نعم. يعني هو كان يناديك بانه ماكو شيء هو داخل؟ اي نعم، هذا اللي انا وقاعد وانا اقول لهم لاهلي اللي هم حقيقه بعد والله ظلني مدير الدفاع المدني في المعلومات، ولو قايل انا احتاج اسناد، لا قايل انا اسوي له فزع، تعال نفتح لك شو تريد قول، خطه انقاذ ماكو. بالتالي هاي امكاناته هو، ارتكب خطا ما قدر يدير، ما عنده وحده قياده وسيطره، وواحد يذبح على الثاني وصارت بعد اللي صار. فحقيقه يعني الحادث مأساوي. اللي يقول اني حقيقه مهمه زين خلينا بهاي الكتله اللي قلتها، كتله سياسيه اجتمعت بها هنا في بغداد لو خابروك لو عن طريق وسيط؟ تفاوضوا ويانا. على شنو؟ تعالوا حتى شنو صار؟ تعال شوف كل هذا الرأي العام على المحافظ، تشرين على المحافظ، أحزاب على المحافظ، بغداد على المحافظ، يريدون يعصبونها برأس حتى الناس تقعد وماكو غيرك يعصبونها براسه. أنت عنوانك المسؤول التنفيذ الأعلى، هي هاي احنا بنريد نكبر واحد نكبره، نريد نصغره صغره. تعال مسؤول التنفيذ الأعلى شنو توقيعه؟ اليوم أنا مثلا طقت محولة عندي بالصويرة وتوفى واحد، هم انا اكون احاسب كون ليش يتوفر شخص غير اكو اجراءات اكو دائره اكو كذا. نعم اكو كون دوائر تتابع بشكل جاد، فانا اللي اقوله الدوائر الاتحاديه واتحمل مسؤوليتي انه احنا عندنا قانون المحافظات انه لا يمكن لا يجب التنسيق مع المحافظ في اجراء المخاطبات والتغييرات وكل التعميمات. احنا الان قدمنا تقارير وكتب، احنا كمحافظه محددين كل التجاوزات ومانعين كل الاستثناءات للدفاع المدني. والله العظيم انا من حريق المستشفى اللي صار ببغداد والناصريه على العموم قسما بالله الاجراءات اللي سويناها والضغط وماكو استثناءات وخاصه هذا الكذب مال السندويش بلل اللي دمرنا ودمر دوائر الدوله ودمر تلين رخيص جيبوا لزق. ماكو اموال الدوار وجيبوا ايضا الناس القطاع العام واغلب الحرائق اللي هي تصير هنا. فانا اعتقد انه يراد لنا اعاده معالجه تامه لملف الدفاع المدني، ويجب ان يفكر بضروره اعاده ارتباط الدفاع المدني ودائره مدنيه انقاذيه. تدري انت اكو معلومه اقول لك اياها، انا جيت طلعت الكاميرات بيش الساعه وصلوا؟ اول الآلية الثانية لانه ادعوا تاخروا عليهم 20 دقيقة. سألت الضابط قال احنا النداء يروح للسيطرة في بغداد، والسيطرة ببغداد ترجع على الوكالة مالتنا، والوكالة مالتنا تعطينا اعاز نتحرك. قلت له وين اكو هيك هذا؟ وين اكو هيك؟ انا مواطن اليوم عنده حريق انا اروح بسلسلة نداءات. النتيجة اكو خطأ فني واداري، والدفاع المدني بعيدا حتى لا يتكرر دائرتين يجب أن تعطى موازنات أكبر الموازنات، البيئة والدفاع المدني. زين وهسه قام يستغلونها وقام يفترون على المحلات في الكوت، وحتى بالكوت انت مو مطابق للشروط سد المحل. راح اقول لك انت مو مطابق الان احنا اذا نريد نطبق اجراءات السلامه نعزل 90% من المحلات في كل واسط والمراكز التجاريه. والله عزل الواسط كلها ولا يموت 70 واحد. 90% يروحون يتظاهرون علينا يلزمونا الشوارع. وهسه اكو تظاهرات عليك؟ اي نعم، الناس الان محتجه وتريد تعرف نتائج التحقيق، تريد تعرف لانه اللغط كبير. اضافه الى اكو الان نشوف موجه ركبه هذا الموضوع. زين انا ادعو كل عشائر واسط ام العشائر، واسط ام الامارات، ام الساده، شيوخنا، عشائرنا،
اللي استشهدوا كلهم بنو عمير، وكلهم ساده مقاصيص، وكلهم مياح، وكلهم قريش، وكلهم هن يعني ولد الكوت. فاليوم خل هم يكونون اهل العزاء، استغلال عوائل الشهداء. وانا حقيقه اشوف انه عوائل الشهداء استغلال ناس قلوبها محروقه. أيه. يعني ماكو واحد فاقد، يعني واحد تتصل بيه زوجته تقول له ابريني الذمه ابنك مات. نعم، هاي مو لوعه عاديه. اليوم ام متوفيه على فقدان ابنها الشاب الحلو اللي يخبل، شاب لطيف يخبل، مات ام توفت وابوه بين الحياه والموت. هذا شو نقول له؟ نقول له بالدفاع المدني غلط، نقول له انه الان تريد من تسبب بالحريق، منه ادار انه تعال يا ليش ما صارت خطه انقاذ. هذا الناس اللي تريد تعرفه، الحديث اللي طلع من الناجين بمنعهم من الخروج بسام وتفاصيله، هذا اكو اشياء خطيره موجوده في اصل الموضوع. ذلك انا اكرر اهلي عوائل الشهداء، احنا انا اعلنتها حتى بصراحه تاب عن المحافظ تحت تصرف عوائل الشهداء، وهم اليوم حقيقه يطالبون باستقالتك اذا تحت تصرف. على راسي. مستعد تستقيل؟ اي والله مستعد تستقيل والله. عوائل الشهداء غير اقبل رجليهم، والله اقبل رجليهم، والله رقبتي قدامهم مو الاستقاله، والله قسما بالله. عوائل الشهداء اللي انا هسه حاير بس اريد اسوي اشياء، اريد اكون اقلل من لوعتهم، ما لي علاقه بالسياسيين ايش يحجون، بالاعلام ايش يحكي. قسما بالله قسما بالله قسما بالله بالليله كان امنيتي ان احرق معاهم، قسما بالله وقسما بالامام الحسين، وطز بالسياسه وبالاحزاب وش يحجون، والله المحافظ خاف تذهب راسه، طز بيكم كلكم قسما بالله. وبالامام الحسين تمنيت احترق وياهم، قلت اروح شهيد، ولانه حقيقه شفت المراره للعجز اللي موجود. كم لجنه شكلت هسه؟ تقريبا اكثر من 5 لجان. شنو هاي ال5 لجان؟ مجلس القضاء الاعلى، جيد، تحقيق عالي المستوى، والنزاهه تحقيق ايضا عالي المستوى، مجلس المحافظه، مكتب رئيس وزراء. هاي اللجان كلها، واكو يعني حقيقه اجراءات كبيره صار، اكثر من 50 مدير ومسؤول وموظف بينلقى قبض، بينسحب يد. يقولون انت حليف رئيس الوزراء واللجنه اجت من رئيس الوزراء حتى تخلصك مو حتى تدينك. قسما هو هذا اللي يباوع، اللي قلت لك انه رئيس وزراء رجل مهني، وهذا قضيه جنائيه. الان انا اقول لك اياها، اللجنه اللي شكلت اي لجنه تثبت ان المحافظ مقصر بشكل مباشر، اعطى اجازه او تهاون او غض النظر او وجه انه هذه البنايه اتركوها، اتحمل مسؤوليه كامله، والله اتحمل مسؤوليه. واذا هذا جزء، بس الجزء الاهم اذا ثبت عفوا ان المحافظ قد قصر في ليله الحريق وليله الشهداء. بالعكس، الجهد اللي سويناه باثناء الحريق ومع بالبنايه وما حد مسويها تحت النار، طوابق محترقه واحنا موجودين، وثق بالله انه هسه هم خطيه الدفاع المدني فزعه مسوي، ركضوا اخوتي يلا ركضوا ونطب وياهم وبالدخان. فانا مو قضيه انا شنو مثلا عندي انا سوبر، مو شيء محير، انت استطعت تدخل من الطابق الرابع من البنايه عبر شباك، ليش الشهداء ما حد يقدر يوصل لهذا الشباك او يطلعهم من هذا الشباك؟ اكو خلل حقيقي في آلية الانقاذ. يعني معقوله سياده المحافظ بانه ما حد قدر يكسر هذا الشباك ويدخل؟ لا، لقيته مفتوح هذا الشباك، عجيب مفتوح وما حد يطلع الناس وخليه، لا هم طابين من عنده. اكو خلل في خطه الباوع الدفاع المدني، خطا جسيم، خلى 100% من جهده على الناس اللي في الطابق الاعلى، وما راح ننقذ الناس. بس مجرد لو صاعدين ننزليهم، هو كان دخان وخايفين منهم مخاتلين، كان انتهى الموضوع كله. يعني عوائلهم بعضهم رادوا. اكو طرق لكسر الزجاج الامامي للبنايه، هم مو بالبنايه، هم خاتلين لي ورا. عوائلهم بعضهم كانوا يتصلون بيهم، هم بالباب ما مخليهم يطبون يجيبونهم. من اللي منعهم؟ يدعون الدفاع المدني او اجهزه امنيه، هكذا ناس، وطلبت منهم يشتكون واشتكوا على اللي منحهم. يعني انت لا خلنا انزله، لا بس منو بالسجن بسبب هاي الحادثه؟ الناس اللي تبرد قلوبها. تقريبا اكثر من 20 شخص الان في السجن والتحقيق عالي، وحقيقه انه راح تكون اجراء، والله العظيم الاجراءات التحقيقيه عاليه المستوى ومهنيه وصادقه من كل الجهات التي تحقق.
وما بها اي مجامله. زين هسه الكوت مشتعله. يعني الناس من حقها اكو فجيعه عندنا. اذا بس خليني ارجع لهاي المعلومه، هي المعلومات كثيره، بس خليني ارجع يعني اكو ناس ناجيه من الحريق ثبتت اقوالها بانهم يعني منعوا من الخروج بسبب القوات الامنيه، لو اهلهم ما دخلوا لهم بسبب القوات الامنيه. هو اكو البعض يقول يعني احنا اكو ناس ما خرجت، ما سمحوا له يخرجون، اللي هو اصحاب المول ما خلوهم، قالوا لهم صعدوا فوق بالطابق الى خير. زين. واكو ناس رادت الطب تنقذ ابنائها وانمنعت من الدخول. زين. الروايتين صحيحات. زين. هاي صورة وصلتني سيادة المحافظ من طرف حليف لك، مو يعني مو عدو، حتى تكون واثق. حتى انا قلت لك بداية الحلقة انه انت كنت حاضر، خلي اخفي الاسم، انت كنت حاضر في البناية السابقة. البناية قديمة هي، وانت ما اكتشفت انه هاي البناية متجاوزة الا في بعد الحادث والكلام اللي طلع بهذه الطريقة. وانه تقارير الدفاع المدني كلها كانت توصل على كل التجاوزات عدا هذه البناية. ابد والله لم تؤشر من اي دائرة. زين هذا ليش بس هاي البناية شنو يميز هاي البناية؟ يعني هو يريد الروح، منه صاحبها، منه اللي يفتتحها، منه اللي يغض النظر عنها، ويجب ان تقطع اليد اللي سمحت ربما راشي جماعة موظفين صغار او غيرها. زين. نعم. الكتل السياسية اللي انت بتحالف خدمات. والله عفنا من السياسة، اتمنى انه ما نحكي بموضوع بالفاجعة ورد يترفع نحكي هذا هيك حكي هذا هيك قال، هذا قضية عندنا جنائية. البعض اخذها بعد سياسي، اقول له انت ودم الشهداء. يريد يصفي، شافها انه فرصة يصفي حساباته ويا المحافظ. زين. وانا ايضا من خلالك اذا سمحت لي رسالة الى اخوان الشباب وخاصة متظاهري تشرين اللي هم بال 2019 كانت عندهم قضية وطنية وما زال بعضهم عنده قضية وطنية. اليوم أيضا هم يتظاهرون وهناك كتل واضحة ومتصدية تدفع باتجاه أنه تعيد سيناريو 2019 بطرق مختلفة لأغراض انتخابية أو استغلالية. أقول لهم أنه إحنا ولد هاي مدينة الكوت اللي تعبنا عليها والآن تنبني وتتعمر. زين. لا تسمحون لأحد يستغلكم، أنتم أكبر من أحد يستغلكم. وطلعوا طالبوا، الناس تعاطفت وياكم ب 2019 كان عندكم قضية وطنية نعم لا أكررها. نعم ظلوا طالبوا، روحوا شكلوا منكم لجان. خلي غير يطالبوك. نعم انا غير انا ما قاعد يا حبيبي، ما قاعد اني خذهم سند اليك. انت تعال هو انت تقول اني مظلوم. انا اقول لك انت تقول انا لا مظلوم. انا ما متهم حتى مظلوم، انا اقول لك اياها. هم اخوتي ذولا قسما بالله، هم وعوائل الشهداء. نخلي ايد بايد ونوصل للجنات الحقيقيين، لا يضيعون علينا الجنات الحقيقيين. انا خايف من شغله واحده، هذا الضوضاء اللي جاي يصير هو لاخفاء معالم الجريمه. الان الناس عندها صار ارباك، مواطنين حتى قامت تمثق. هو انا بجوز فعل فاعل، بجوز جهات معينه تريد انه زعزعه الامن والاستقرار. فخلونا نتعمق بالتحقيق. يا شباب تشرين تعالوا شكلوا لجان ويانا، تعالوا شوفوا الاوراق، شوفوا الادله، شوفوا الافادات. انتم ناس واعيين، عندكم خريجين، عندكم محامين. بال 2019 شخصنا وايضا ظلوا انه هذا ما نريده هذا نريده، ضاعت المطالب والناس عافتهم. اليوم ايضا احنا فرصه، ولا يجي واحد يستغلكم الان تعال يريد يصعد بكم للانتخابات. هذه قضيه اتمنى انه ما تسمحون بها تماما نهائيا. لعنة الله على الانتخابات اللي تجي على حساب دماء الناس. بالتالي يعني هم تفتر وتروح على توقع القصه بتشرينك وضحايا يا سياده لا هم الان انا مو يعني عذرا احنا لا اريدهم سند ان يا حبيبي هم الان رسالتي لهم. انا مو قاضي حتى لا انا مو قاضي بس انا بدي اقول لك اسمك محافظ، حافظت على ارواح الناس بكل جهدي. انا اللي عملت به انه وفرت الامكانات للدائره الدوائر مالته حتى تقوم بواجبها. فاكو دوائر هي تخصصيه. لا أنا طبيب ولا أنا مكافح حرائق ولا أنا معلم ولا أنا مدرس. أنا رجال أوفر الإمكانات والغطاء للدوائر بالإمكانات المتوفرة. صارنا سنتين احنا نقدد دينار. تدري دوائرنا هاي كلها حتى الاتحادية
ما عندهم قرطاسيه يشترون؟ زين. قرطاسيه صار سنتين اغلبهم عتب ازمه بيها. الناس ما لها علاقه، تريد دائره تخدمها. فاحنا حقيقه الفاجعه كبيره. وهناك من يريد يحرق المحافظه. من هو هذا الذي يحرق المحافظه؟ جهات تصدت بشكل مباشر. من يسميها؟ جهات واضحه ونواب ومسؤولين. وشوفوا ما نتمنى من الساده النواب اللي صدوا من خلالك وشتموا وقالوا وجابوا انه يكون عندهم، اذا هم فعلا يقولون احنا ما عندنا استهداف سياسي يروحون انه يقدمون يقولون يا احنا نسحب ترشيحاتنا من الانتخابات ونروح نصر على انه نوصل الى حقائق هذه القضيه بعيدا عن الاعلام. يعني واحد ما يرشح؟ لا، مو نتيجه. الان اللي انت شايف جاي يسوون، عافوا الشهداء، عافوا اصل الجريمه، كلبوا بالمحافظ. قلت لك قضيه شخصيه صارت، والناس تشوف قسما بالله العظيم قضيه شخصيه صارت ويا المحافظ شاعل حريق صار. لازم احد يتحمل المسؤوليه. انت بصفتك محافظ من يتحمل مسؤوليه؟ كل مسؤول مباشر. هو الان مسؤوليه دفاع مدني اداره تخصصيه. مسؤوليه منو الجريمه اللي وقعت، صاحب المول، صاحب البنايه، كلهم هاي متعدده. ما احصرها بشخص وتنتهي ولفلفه باكر قلنا فلان هو المسؤول عن الجريمه ويلا ورحم الله والديكم وكذا. لا، اكو ناس هواي متورطه بها، اكو جريمه الها الان، اكو جريمه على وقع او ارض الواقع، اكو معالم مخفيه الى الان، اكو معالم للجريمه مخفيه. زين. مستورد سيارات ما حد شافن بالحريق لو كل الاليات، انت قلت كل الاليات. يعني الدفاع المدني سويت لهم كتاب حسب علمي عندهم اليات طالعه خارج المحافظه دون علم المحافظه. شلون هاي؟ ما هو وين يعني وين راحت خارج المحافظه؟ يعني شو البصره يمكن محافظات اخرى منطينها، لكن هم سوريا مثلا ما اجاني شيء رسمي. رجعت هاي هسه ولا بعدها؟ ما ادري والله لحد الان. الدفاع المدني قلت لك يحركون الياتهم بدون علم المحافظه، ارتباطهم في بغداد، عندهم برقيات وقياده عمليات لهذا الموضوع، انه خليه التنقلات مالتهم الحركه احنا ما نتدخل بها اصلا. ونداءاتهم مركزيه وادارتهم مركزيه. وما تقدر تحرك اي اليه ولا تشيل اي اليه. ولا تنقل شرطه. وقائد الشرطه يتحمل؟ بعد اللجان هي تقرر. قائد الشرطه رفع وصار نائب شرطه الاتحاديه او هيك منصب. اعتقد. يستحق؟ وزاره الداخليه هي معنيه به. شنو علاقته بالحادث؟ ما له اي دخل طرف؟ لا، هو ساند، هو ساند يعتبر. يروح بالمهام، عنده مهام بالدفاع المدني او لا، او هي تعتبر الاجهزه الامنيه سانده قياده الشرطه. اجهزه سانده للدفاع المدني، وكانوا موجودين وشاركوا حتى بالياتهم شاركوا. لو ما موجود هذا البم اللي جابه هذا ابو الشركه جزاه الله خير مثل ما يقولون، كان ايش قد صار عدد الضحايا؟ ايش قد اول كم عدد الناجين؟ ايش قد طلعوا؟ يعني حسب روايه الدفاع المدني تقريبا 40 شخص. بسبب هذا بالبم بس؟ مو بسبب لا يعني درج، لا مو بس البم، درج هم سووا درج ونزل تقريبا نصف ضد اكثر من نصف الدرج نزلوا. سووا لهم كان اكو وصله يعني 5 متر ما جابوا درج ونزلوهم، وكان اكو رعب عندو خاصه النساء انه ربطوهم وياهم يعني ويا المنقذ ونزلوه. الحادث صراحه فتح ملفات سابقه وملفات حاليه وحرائق سابقه وحرائق حاليه بس انت قلت شيء بدايه الحلقه، قلت راح احكي اللي قبل الحادث وتكلمت به، واللي اثناء الحادث وتكلمت به، وقلت راح احكي ما بعد الحادث. تكلمت بكل سياده المحافظ، لو اكو جزء بعده مخفي من اللي صار ما بعد الحادث. والله انا اللي اشوفه التركيز جاي يروح بالجانب الاداري فقط. وما جاي نروح على الجانب الجنائي. وهذا خطأ كبير. لذلك انا قلت نوابك وين كانوا بالحادثه؟ نواب المحافظ؟ نواب المحافظ المخارج الكوت يعني موجودين، شفت احدهم موجود كان نائب الاداري كان موجود، مدراء الدوار كلهم موجودين، مستشارين 2 أو 3 كانوا موجودين. يعني صار استنفار يعني للصبح احنا بقينا بالموضوع مو سهل يعني، ما حد كان يتوقع هيك يصير. قلت لك ثق بالله العظيم. طلعت لك صوره وانت مبتسم اثناء زياره رئيس الوزراء الحادث. مفبركه، والفبركه يعني هاي مو صحيح، مو حقيقيه؟ لا والله مو صحيح. شفت الاصليه؟ انا ما انا شفت الصوره اللي بيها مبتسم. الصوره يعني من بعضهم ما عندهم شرف خصومه للاسف، يتاجرون.
تدري هاي الصوره من يشوفها ابو شهيد شو يصير بيه؟ بده ينتقم للمحافظ. هم هيك سووا شيطنه تدري 35 اشاعه نزلت خلال يومين، 35 بوست. ابرزها ها ابرزها موضوع الصوره. بعد ذهاب رئيس وزراء، بعدها ب6 ساعات نزلوا فيديو، بعدها نزلوا وثائق مزوره. تدري اكو وثائق كتب رسميه طلعت بتواريخ قديمه هي مزوره. والله احنا البنايه منطين علم المحافظه، راحت اللجان التحقيقيه ما لقيت لها اوليات، الله شاهد. كل من يراد حجم المسؤوليه كبير، هو الان يريدون، قلت لك يريدون كبش فداء. لو انت كنت رئيس هذه اللجنه اللي تحقق على محافظ اخر، تعتقد المحافظ كان مقصرا استاذ محمد بالحادث؟ والله انا لو كنت راح اقول لك اياها بدون خوف بدون وجل. في يوم الحادث وبعد ما انه سالت على البنايه وقلت قسما بالله العظيم اذا القي هاي البنايه بها موافقه وحده من المحافظ ساتحمل مسؤوليه امام الناس واحيل نفسي الى القضاء. وبنفس اللحظه اتصلت بمدير مكتبي قلت له طلع لي كل الاوليات كل الارشيف، وصحتي لك الصدق كنت اتوقع انا منطي موافقه. قلت مستحيل بنايه هيك بالكوت ما جاب لي اياها نائب وطيته موافقه. ليش نواب يجيبوا لك؟ اي والله. منو؟ والله شرعنا والاستثناءات بعضها. وانت والله استثناء؟ والله شرعنا والاستثناءات، الله شاهد. على الدوار وعلى الضغط وعلى الكتب، كلها كتب رسميه. كلها كتب رسميه. تدري احنا هسه البلديه والدوار تغلق لها مطعم الدنيا تنقلب. دنيا تنقلب اذا تغلق مطعمات تبتزونه. ليش هذا اليوم بيغلقون لهم مول عندنا بالكوت؟ الدنيا انقلبت. لا البلديه اللي ياخذون من عنده. بالنتيجه حقيقه انه سؤال جوهري قبل النتيجه حتى اختم مع جنابك، خلصت الساعه. وارجو ان اكون قد وفقت باداره هكذا حوار بجزء متعلق بشهداء. والام اللي حاضنه طفلها صوره لا تفارق الذاكره. بالعراق يقولون ما حد يتحمل مسؤوليه. شو وقت المحافظ يتحمل مسؤوليه؟ يقول انا صحيح انا اخطأت يا ناس يا عالم، لا حبيبي انا اخطأت وانا استقيل. مو قضيه سواء من 2003 لحد هذه هو بقى انه هذا الجانب خطأ يعني ادانه. قضيه مو قضيه انه تعال انا اليوم محافظ انه اقول انا اخطأت حتى اتحمل مسؤوليه دماء 60 واحد. فكون اللجان تحقق، بعد انا اروح ادين نفسي على شيء اني ما عندي اداره مباشره به. زين. فبالنتيجه لجان الان تحقق ولجان تشوف، ونتحدث احنا كرجال انه لمؤسسات دوله كل من اختصاصه وكل من عمله وكل من مهنيته، كل من يتحمل المسؤوليه المباشره الى حسب اختصاصه وصلاحيته. اذا احنا هيك كل شيء لازم انا فلان راح تتهيكل الدوله وتنتهي، يعني ما يصير به. بالنتيجه المقصر بشكل مباشر هو يحاسب حتى لا يؤخذ الاخرين بجريرته. تظاهرات الان هي تظاهرات الاهالي بحسب المعلومات نعم. اللي عندي من الاصدقاء بالكوت. نعم. بعض الساده. نعم. ساده مقاصيص. ساده كل عشائر اليوم عشائر يعني بدتيه تكون. لحد الان لحد هذه اللحظه ماكو تدخل سياسي بالتظاهرات. لا اكو موجود. اكو موجود. مو هي عوائل الشهداء وين؟ لا اكو موجود خارج عوائل الشهداء وهم منعوهم، عوائل الشهداء جاي منعوهم. ومتصدين بالسوشيال ميديا وبالاعلام وبالكذا سياسيين معروفين لي، وهذا اللي اطلبه انا ايضا من خلاله لكل الكتل السياسيه، لكل الاحزاب، لكل النواب، لكل المرشحين، بكل قطره اللي فقدناها، قطره دم، كل شهيد، انه بعد المحافظه عن تصفيه حسابات. خلوا هذا الملف جنائي. الحادث دخلك بمشاكل وإدارة القانون لو هي الحكمه؟ اثنيناتهم هم اللي صدوا مع الاسف هذه الازمه الاخيره. بس المعلومه تقول الحكمه ما لها علاقه. لا والله. تشوف المؤتمرات الصحفيه لاعضائها ونوابها الثأر صار مع الاسف، وهذا انا اعتقد السيد الحكيم ما يقبل به. ما يقبل بهذا الشيء، يعني المحافظ الان انا اروح اذب. بس دوله القانون ما شفنا تصريحات ضدك. لا بالعكس، نوابهم. ايه؟ بس مؤتمرات. المحافظ يعني محافظ كل شيء محافظ.
منو بمجلس النواب، منو اللي هذا اللي خلى رئيس تحالف خدمات السيد شبل الزيدي يغرد يوم امس. يعني هذا بعد هي اكو خلافات سياسيه، بس انا اتمنى واكرر لك اياها، ارجو ان نبعد هذا الملف عن الصفافات السياسيه وعن المزايدات السياسيه وعن الانتخابات، وهذا الملف به حرمه شرعيه. زين. هؤلاء بهم فتوى من المرجعيه شهداء، نكون نضع اهاليهم بالحقيقه بحسب ما نقل بأن السيد المرجع الكبير لم ينم ليله في ليله فاجعه الكوت. اردختم، بس بصراحه اكو اسئله هيك تجيني بلحظه وتروح، انه انا وياك وفقنا بتوضيح الصوره للراي العام، هذا اولا. والله أنا حقيقة سالنا كل الاسئله الصحفيه اللي لازم تنسال. انا لو كان يتطلب منك الاستقاله وتبرد محافظه الكوت تستقيل؟ عندما تكتمل التحقيقات انا عندي هدف، انه اريد اوصل لنتيجه. زين. نتيجه هذا الحادث. وانه لا يخفى باستقاله شخص. اخشى واكرر، اخشى من يريد اخفاء معالم الجريمه ان يكون له يد فيها ويثير الضوضاء حتى لا تنكشف الجريمه، ويريد يشخصنها بشخص المحافظ، ويلا تعالوا رجعوا لبيوتكم خلينا نطلع ما راح يصير عليك ضغط سياسي وما تنشر التحقيق، ما تنشر نتائج التحقيق؟ الله شاهد، كل شيء انا هسه راح اسوي فد شيء، راح اسوي فريق استقصائي زين خاص، وفريق خاص ايضا من الخبراء والاستشاريين خاص في تحقيقات اضافيه. زين. واخذ افادات الشهود وعوائل الشهداء وكل الادله، ويكون ارشيف تام حتى لا تخفى معالم الجريمه. وينعلن ان شاء الله بالراي العام ان شاء الله. تزودنا بنسخه من البرنامج تاخذه وكل الفضائيات، وان شاء الله راح يكون شيء رصين، لان هذه الدماء لا يمكن ان تكون متاجره بها. كل الشكر والتقدير لجنابك سيد محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي. كل شكرا لك. وحقيقه ايضا نكرر عزائنا لعوائل الشهداء، ونتمنى ان تكون هناك نتائج تحقيق تشفي ولو جزء بسيط، لان هو من يستشهد له شخص لو يتم اثبات كل المقصرين ويتم اعدام كل المقصرين ما راح تطفى نار قلبه الى ان يغادر هذه الدنيا. كل الشكر والتقدير مره ثانيه لك سياده المحافظ. مشاهدينا الكرام، التقانا يوم غد، حتى ذلك الحين في امان الله.